اهلا بيكي، انا هبه وده بودكاست هبه. هنا هنتكلم مع بعض باستفاضه وبكل اريحيه. مبدئيا بس بعتذر عن صوتي علشان انا تعبانه، عندي شويه برد الحمد لله. بصي بقى يا ستي، في موضوع مهم جدا حابه اتكلم معاكي فيه. في حاجه مهمه جدا انا اتاخرت اني افهمها، يعني فهمتها مؤخرا، ويمكن ناس كتير لحد دلوقتي مش واخده بالها منها كويس قوي. اول حاجه واول درس حقيقي لازم اي ست تتعلمه في حياتها هو الاستقلال المادي. مش عايزاكي تخرجي من الفيديو اول ما تسمعي كلمة استقلال مادي او ذمة مالية خاصة والكلام ده. افهمي انا عايزة اقولك ايه الاول. مش علشان تنافس مع حد، ولا يكون عندك استقلال مادي علشان تكوني تثبتي حاجة لحد، ولا علشان تكوني انت هتبقي ايه، مش علشان كده. كل الموضوع ان انت يكون عندك استقلال مادي او ذمة مالية خاصة علشان تحمي نفسك بيها. هندخل في الفكرة على طول، علشان حاجات بسيطة في حياتنا بنمر بيها. الحياة دايما مش ثابتة ومفيش حاجة مضمونة في حياتنا. ممكن تبقي عايشة في أمان وسط ناس بتحبيهم وبيحبوكي والدنيا معاكي تمام وزي الفل وما شاء الله ودنيتك حلوة قوي وعايشة عيشة مرتاحة زي ما بيتقال كده بالبلدي. وفجأة كل حاجة تتغير، كل حاجة تنقلب رأسا على عقب. ظروفك ظروفك تتبدل، خسارة تحصل لك كبيرة. أو لو كنت زوجة وأم الأولاد تنفصل يبقى معاكي أولاد، أو مرض لا قدر الله، أي حاجة ممكن تحصل في حياتك. أي دروب بيوقعك في حياتك وانت ماشية في طريقك ومش عارفة انت رايحة فين. انت فجأة حصلت لك ظروف غيرت حياتك بالكامل. ساعتها أول سؤال هيخطر في بالك هو هعمل إيه؟ هتعملي ايه في الوقت ده لو ما عندكيش استقلال مادي؟ السؤال ده بيكون تقيل شوية بس مخيف ومرعب جدا. لكن لو عندك مصدر دخل حتى لو بسيط قوي، احساسك بيختلف تماما. بتبقي واقفة على ارض صلبة، بتبقي مش في الهوا، بتبقي انت موجودة كده في نقطة امان. الاستقلال المادي مش فلوس وبس، هو احساس بالامان، وانك عارفة انك لوحدك تقدري تعيشي، انك مش مضطرة تستحملي حاجة غلط عشان بس مفيش بديل. ودي نقطة مهمة جدا لازم كل ست تكون فاهماها. في ستات كتير بتكمل في علاقات مؤذية او بتسكت على حاجات غلط بس لمجرد ان هي، مش علشان هي ضعيفة، لا، لمجرد بس انها خايفة، ان هي عندها قلق وخايفة من بكرة. خايفة من الفلوس، خايفة من قلة الحيلة اني انا ما عنديش دخل، خايفة من السؤال اللي ملوش اي اجابة: هصرف منين؟ هعيش ازاي انا وولادي؟ حتى لو هي كانت لوحدها ومش مسؤولة عن اولاد، انا هعيش لوحدي، طب هصرف على نفسي ازاي ومنين وهعيش فين؟ هرجع لبيت اهلي هيتحكموا فيا؟ بصي، اسئلة كتير وحاجات كتير بتدور في دماغك. بس تخيلي كده معايا ان لو في ست عندها دخل ثابت، او دخل بيجيلها من اي مشروع صغير عندها، حتى لو كانت حاجة بسيطة قوي بتجيلها، هي كده عارفة انها لو احتاجت تمشي هتمشي، لو احتاجت تنفصل عن زوج مؤذي هتنفصل وهتبعد، احتاجت تستقل بذاتها وبعيشة ترتاح فيها بدل الأذى اللي هي عايشاه هتعمل اللي هي عايزاه وهتبدأ. لو احتاجت تبدأ من جديد هتبدأ من جديد في حياة جديدة. الإحساس ده لوحده بيغير كل حاجة. الاستقلال المادي ده مش بيكون ليكي وبس، الاستقلال المادي ده دعم كمان لولادك. لما بتكوني مستقلة بذاتك او برأس مالك او بيكون عندك ذمة مالية خاصة، انت بتبقي سند حقيقي ليهم، مش بس ماديا ولكن نفسيا ومعنويا كمان. الطفل لما بيشوف امه قوية وواقفة كده على رجليها بيعرف يعني ايه امان، بيعرف ان يبقى عندي ام قوية، بيعرف الامان بجد، وبيكبر وهو شايف قدامه نموذج قوي. نموذج ان القوة مش بس في الصوت العالي، القوة اني اعتمد على نفسي، القوة اني اكون مسؤول. ممكن في يوم وليلة او اوقات كتير الدور بيتغير، انك تصبحي بدل ما انت تكوني مسؤولة من راجل او مسؤولة من اهلك، لا، انت ممكن في يوم وليلة تبقي مسؤولة وتبقي انت الوحيدة المعيلة الاساسية لبيتك. ظروف الحياة كتير ومفيش حد ضامن حاجة، وساعتها هتكوني ممتنة جدا لنفسك انك اتعلمتي حاجة، اشتغلتي على نفسك، اشتغلتي اي موهبة عندك، اي حرفة، اي حاجة اتعلمتيها، اعتمدي على نفسك. بس خليني اوضح لك حاجة مهمة. الاستقلال المادي ده مش معناه انك مش محتاجة حد او انك ضد الجواز، لا. ده معناه ان اختيارك يبقى من قوة مش من احتياج. تحبي حد وانتي قادرة تعيشي من غيره، دي حاجة
بسيطة وحاجة مهمة قوي، تكملي مع حد مش علشان انت مضطرة، لكن علشان انت عايزة، وده فرق كبير جدا. عارفة ايه هو اصعب احساس؟ انك تكوني مضطرة تتحملي حياة مش شبهك، بس لمجرد انك مش قادرة تمشي. الاحساس ده بيكسر اي واحدة ست، حتى لو باين عليها القوة، حتى لو باين عليها الثبات. علشان كده الاستقلال المادي مش رفاهية، ده رحمة بيكي وأمان لنفسك. هقولك على حاجة بسيطة قوي، مش لازم تبدأي بحاجة كبيرة، ابدأي بحاجة بسيطة، يعني يكون حاجة انت بتحبيها، مهارة عندك حتى لو صغيرة. لو ما عندكيش اي مهارة اتعلمي، جربي، اغلطي وقعي وكملي، ما فيهاش مشكلة. الموضوع مش هيبدأ بفلوس كبيرة، بيبدأ بقرار، قرار انك تكوني مسؤولة عن نفسك. محدش هيجي في يوم يقولك يلا خدي قوتك، يلا خدي قرارك، قرارك اهو، يلا خدي خطوة صغيرة. محدش هيقولك كده. ابدأي من النهاردة، ابدأي من بكرة، لأن كل خطوة صغيرة بتقربك من الأمان اللي انت تستحقيه. كلامي مش موجه للست اللي عايشة عيشة تعبانة، للست اللي عايزة تنفصل، الست اللي عايزة تسيب حياتها، لا، أنا بتكلم كلام لكل ست، لأي ست. انت مش ضامنة العيشة، انت ممكن في يوم وليلة تكوني مسؤولة عن نفسك وعن بيتك وعن أولادك وزوجك كمان، لا قدر الله ما تضمنيش الظروف. المرض مش شرط يكون المرض جاي ليكي انت بس وهتضطري ان تصرفي او يكون معاكي مادي، لا، المرض ممكن لا قدر الله جوزك يجيله اي ظرف، يحصل له اي دروب في حياته، ايا كان الدروب ده ايه. طبعا كتير على السوشيال ميديا بنسمع، وفي حياتنا التجارب اللي احنا بنعيشها مع اهالينا ومع اصدقائنا، وبنسمع كتير. احنا شفنا حاجات كتير قوي وبنسمع عن حاجات كتير حوالينا، فهتكوني انت السند الوحيد ليه. الاستقلال المادي دوت مش قسوة منك ولا عناد ولا تمرد، بالعكس ده وعي انك تحبي نفسك. كفاية انك تحبي نفسك لدرجة انك تأمنيها. حتى لو انت هتشيلي مسؤولية البيت والزوج موجود، ليه ظروفه، ممكن يحصل ظروف انت ما تقدريش تتخلي عنه، فلازم يكون معاكي دخل مادي انت تقدري تتسندي عليه. ولو حد لحد دلوقتي لسه ما بدأش، فيا ريت لو جيتي لحد عندي الكلام ده سمعتيه قبل كده وجيتي عندي هنا وسمعتيه مرة كمان، اعتبريها المرة الأخيرة. ما تقوليش الوقت اتأخر، ابدأي، ابدأي علشان نفسك، ابدأي علشان بكرة، ابدأي عشان اللي جاي. انت ما تعلميش اللي جاي ايه. كلمة أخيرة صغيرة حابة أنوه بيها بس، أو نصيحة صغيرة لكل بنت لسه طالبة، أو البنت خلصت دراسة وقاعدة مستنية بالبلدي كده عدلها. مستنية عدلي ليه؟ أنا مش هستنى حد، أنا مش مستنية حد يصرف عليا، ولا بابا ولا ماما ولا إخواتي ولا زوج. أنا مسؤولة عن نفسي، أنا أقدر أشتغل وأصرف على نفسي. دي حاجة مهمة جدا، بدل ما أنا أطلب من بابا وبابا ظروفه لا تسمح، أو ماما أو أخويا، أو حتى مفيش زوج في حياتي، مش لسه هستنى اللي يصرف عليا، لا، أنا أبدأ بنفسي. شوفي حاجة اشتغليها. السوشيال ميديا مليانة حرف وحاجات كتير، البنات اتعلموا ما شاء الله، الواحد بيشوف حاجات مفرحة جدا ونماذج جميلة. واخر كلمة هقولها لأي بنت ولأي ست، ان الاستقلال المادي ده بيكون اقوى دعم ليكي شخصيا، لنفسك، لذاتك. اهتمي بنفسك وحبي نفسك وخافي عليها، ما تستنيش حد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، ويا ريت ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي اللي بنزلها. ويا ريت تشاركي الحلقه دي النهارده مع صاحبتك اللي محتاجه تسمع الكلام ده. دمتم بخير، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.